ده فيديو النشاط والطاقة الإيجابية. يلا كده نرفع البطانية ونقوم نبتدي مع بعض نعمل النهاردة الرقاق الطري بالطريقة الحلوة دي الجميلة السهلة وفيها بعض الأسرار والتركات. إن شاء الله مش هتلاقوها غير عندنا هنا. الرقاق الطري أول مرة أعمله مع حضراتكم على الصفحة بتاعتي والقناة، بس أنا عملت معاكم قبل كده طبعا الرقاق الناشف بطريقة حلوة وجميلة وعجب حضراتكم. النهاردة هنعمل مع بعض الرقاق ده حلو جدا، وزي ما انتم شايفين خفيف وكمان شفاف وطري وحلو جدا. تقلبيه وتعدليه هتلاقيه زي الفل وطعمه جميل جدا ومتميز. لو أول مرة تشوفيني على القناة، أنا مروة عبد الغني. هبدأ معاكم في الطريقة بتاعتنا النهاردة، ولو أي حد حابب أي طريقة للأكلات ما عنديش أي مشكلة نقترح على بعض. في البداية كده أنا معايا 4 كوبايات من الدقيق الأبيض خاص بالمخبوزات. معانا كمان معلقة صغيرة هرمية من الملح الأبيض، وهنبتدي نحطهم على الدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده معايا كوباية من المية الدافية، طبعا دي في البداية كوباية واحدة، مش بنحط المية كلها مرة واحدة، هنبدأ فيها شوية بعد التانية. الكوباية التانية الدافية أنا حطيت الكوبايتين ل4 كوبايات دقيق الخاص بالمخبوزات. مش متعدد الاستخدامات، في نوعين من الدقيق نخلي بالنا. الرقاق والفطاير بتحب النوع الدقيق الخاص بالمخبوزات، بيبقى أفضل بكتير جدا من النوع المتعدد الاستخدامات. هنبتدي ان احنا نعجنه كويس جدا. النهارده مفيش حاجه اسمها عجنه ونص، النهارده هنعجن كتير كتير كتير. بمجرد ما هنوصل للمرحلة دي من العجن ان هي تكون نعمت معانا جدا، هننزل بمعلقة من الزيت بنلم بيها الطبق بتاعنا، وفي نفس الوقت ما بيجيش الوش بتاعها يشقق مننا ولا ينشف. وكمان بتديني بعد كده طراوة وتوريقة كده حلوة جدا في الرقاق، هتشوفوه بعينيكم دلوقتي احنا شغالين بيه. هنبتدي ان احنا طبعا ايه، نشوف بايدينا الناحية التانية. ما لسقتش معانا العجينة بتبقاش لينة، العجينة هنا بتبقى جابسة شوية، ما بتبقاش لينة، بتبقى شوية ناشفة يعني. بعد كده هنجيب نص معلقة من الزيت وننزل بيها على سطح العمل على الرخامة. وبعد كده هنشوف بقى بعد العجينة بتاعتنا مريحناها ربع ساعة هنعمل بيها ايه. هنبتدي ان احنا بقى نقطعها دواير صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني قطع صغيرة عشان هندورها بعد كده. شكلها يعني بصوا زي العيش الفينو في القوام بتاع العجينة، يعني ما تبقاش طرية في ايديكي، لا تبقى ماسكة نفسها شوية. بعد كده هنبتدي ان احنا نكور كل قطعة من اللي قدامنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. القطعة دي اكبر من الليمونة، انا هعملها بمقاس الصينية اللي انا هشتغل فيها. الصينية اللي انا هفرد عليها النهاردة مقاسها 26، كل واحد حسب الصينية اللي هو عايز يفرد عليها، وكمان الصينية اللي هيعمل فيها بعد كده. يعني ده مقاس حلو جدا. لو حضراتكم عايزين تعملوها بالميزان 50 جرام هيبقى حلو جدا، بس انا في الرقاق ما بحبش اوزن بالجرامات، بحب اشتغل كده بالنظر، يعني زي ما اتعودنا ان احنا نعمله في دخلة كل رمضان كده، بنعمله بكمية كبيرة وبنخزنه. بعد كده بمجرد ما خلصت الكمية كلها اللهم بارك زي ما انتوا شايفين، هبتدي ان انا ادهن الوش بتاعها بحبة من الزيت علشان لما اغطيها ما تمسكش في الكيس، وكمان الوش بتاعها ما ينشفش. زي ما انتوا شايفين انا بديكم التركات البسيطة اللي بتفرق جدا جدا في الرقاق بالذات، هيبقى حلو جدا. يا سلام، حطيت الكيس كده بمنتهى الخفة يعني. هنبتدي ان احنا بقى نجيب شوية دقيق كتار كده حلوين ونفردهم على الرخامة او على اي حاجة هتشتغلوا فيها، طبلية او ترابيزة، وهتبتدوا ان انتوا تكتروا شوية الدقيق، لان طبعا هتفردي هتشتغلي عليها في الفرد، فكل ما هتفردي تطرى معاكي، فاحنا مش عايزينها تبقى طرية، يعني عايزين تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبتدي ان احنا نفرد بيها من جوه لبره بالعجلة. لو حابين تفردوا بالنشابة او باي حاجة بتحبوا تشتغلوا بيها، اهم حاجه تشتغلي بالحاجه اللي انتي حباها، هتشتغلي من جوه لبره. انا النهارده هعملهم كل 4 كور مع بعض، يعني كل 4 كور هخليهم على بعض. هنفضها كده من الدقيق، وبعد كده نفردها زي ما انتوا شايفين مدوره وجميله وحلوه جدا، وتسلم ايديا بصراحه. هنبتدي ان احنا نكمل باقي كميه الدوائر اللي معانا بتاعت العجين. زي ما انتوا شايفين احنا بندوس على العجله وبندخل من جوه لبره، وبندخل من جوه لبره، وبنحاول ان احنا نخليها تبقى شكلها دائري.
لو اول مره ما نجحتش معاكي ما تيأسيش وكملي في الفرد، لو حتى طلع شكلها مستطيلي بس اجمل بكتير، وكفايه ان هي من عمايل ايديكي. هننضفها كويس من الدقيق وهنشتغل في باقي الكميه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بحركه دائريه، هتضغطي وتطلعي لبره. ودي خطوات مهمه جدا، والدقيق هنا مطلوب لانك انت طبعا هتشتغي في العجينه، هتنشفيها شويه كمان معاكي بعد ما تبتدي ان هي تسخن وتطرى، انت شغاله بالعجله او بالآلة اللي انت هتشتغلي بيها. هنكمل الاربع دواير زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. اهم حاجه ما تيأسيش، انا لان في بنات كتيره جدا ما بتحبش تعمل الرقاق الطري لاني بتخاف من حكايه النشب. ما تيأسوش يا جماعه او ما تتضايقوش، اي حاجه في بدايتها لو اول مره تعمليها بتبقى صعبه، لكن لو حطيتي ايدك في الحاجه وعملتيها مره واثنين وثلاثه هتبقى حلوه. بعد كده انا عملت الاربع رقاقات. بعد كده هجيب معلقتين من الزيت، وبعد كده عليهم معلقة من الدقيق، وهنبتدي ان احنا نقلبهم كويس جدا لحد القوام بتاعها ما يبقى خفيف، ما هتبقاش تخينة، هتبقى خفيفة. طبعا ده معجون هنعجن بيه بين الطبقات اللي احنا هنعمل بيها الرقاق بتاعنا زي ما هتشوفوا دلوقتي. يبقى معلقتين الزيت عليهم معلقة من الدقيق، لو حسيتي ان هي تخينة شوية معاكي زودي زيت، لو حابة تكتري كمية هتكتري طبعا الزيت والدقيق. هنبتدي ان احنا ندهن بالمعجون اللي احنا عملناه ده كويس بين كل طبقة والتانية، بس اهم حاجة تخلي بالك من الاطراف بتاعة الرقاق، تديها برضو من المعجون ده علشان تبقى معاكي حلوة وما تبقاش مش ناشفة انتي وبتفرديها. بعد كده هنبتدي طبعا ان احنا نكمل كل الكمية الاربع طبقات بتاعتنا، وكده احنا خلصناهم. وتقريبا هو يعني المقاس بتاعهم قد بعض، بس انا برضو بحاول ان انا اخليهم قد بعض. بعد كده هتجيبي العجلة مرة تانية وتبتدي تفرديها بالشكل اللي انتي شايفاه ده من جوه لبره، بس ما تضغطيش وما ترققهاش قوي في المرحلة دي لان هي كده خلاص كده الاربع طبقات على بعض. انا هجيب عين البوتاجاز وهحط عليها صينية ألمونيا وهقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه، واديها دهنة زيت بسيطة. اهم حاجة الصينية تبقى قد الرقاق، ما تبقاش نازلة قوي من الجناب لان مش هتستوي معاكي، وفي نفس الوقت هتنشف وتتكسر انت وشغاله بيها. هنبتدي ان احنا نقلبها من الناحيه اللي فوق والناحيه اللي تحت، مش اكتر من 4 دقايق. زي ما انتوا شايفين ابتدت تنتفخ وطلعناها بمنتهى البساطة، بس خلي بالك جواها هوا مكتوم وسخنة جدا جدا، ممكن تعورنا او تلسعنا، فنخلي بالنا لان انا فعلا بتلسعني لان هي سخنة. بس انا طبعا اتعودت ان انا كل فترة والتانية بعمله فمتعودة عليه. اللي لسه بيبدأ جديد يخلي باله كويس جدا هو شغال، وربنا يحفظنا جميعا ان شاء الله. زي ما انت شايفة كده طلعت ال3 طبقات بمنتهى البساطة، اخدت معايا بالظبط من الناحيتين 5 دقايق، يعني من هنا ومن هنا بالظبط 5 دقايق ورفعتهم. طرية زي ما انت شايفاها طالعة ازاي، بتنزل من ايدي كده. انا جبت معايا الفوطة بتاعت المطبخ وحطيتهم جواها على طول هم وسخنين علشان ما ينشفش، لو شم الهوا معاكي هينشف على طول. فاهم حاجة تحافظي على ان هو يبقى طري. زي ما انت شايفة كده الكمية حلوة اللهم بارك، وبرضو الصواني طبعا هتبقى كبيرة. فانا برضو في اخر الفيديو هحسب معاكي كام واحدة والتكلفة بتاعتها ايه بالظبط، ولو اشتريناها من بره هتكلفنا كام. بتطبقيها وبتفرديها زي ما انت عايزة، زي ما انت عايزة. خفيفة جدا، ايدك بتظهر من تحتها، يعني معنى كده نجاح العجينة. زي ما انت شايفة خفيفة جدا مش متقطعة منك. انا مش اول مرة اعملها بصراحة، بس لكل حد بيبدأ فيها انا حابة ان انتوا تعملوها في البيت لاني فعلا اجمل من الجلاش، اجمل من السمبوسك، اجمل من اي قصة. وانا هعمل معاكم في فيديو تاني سمبوسك في البيت باذن الله. رمضان ده هنعمل شوية حاجات، مش هنشتري اي حاجة من بره. كمية اللهم بارك. طب تطبيقة تقوليش كريب، تقوليش كريب فعلا. حلو 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 خفيف وجميل، وطعمه وريحته خلت البيت كله النهارده خير وبركة. وريحة الدقيق حلوة كده انتي وبتسويها، والطاقة الإيجابية اللي أنا واخداها أنا حابة إن أنا أنقلها لحضراتكم، لأني فعلا أنا حابة إن كلنا نتشجع ونعمل كل حاجة في البيت. عدد النهارده الرقاق بتاعنا عامل لي اللهم بارك 16 واحدة بالظبط، فاكتر من كده مش هتشتري من بره.
انا اشتريته السنة اللي فاتت على دخلة رمضان، كنت محتاجة كمية كبيرة، فانا خدت الكيلو ب35 جنيه. دول نص كيلو، الاربع كوبايات نص كيلو، يعني النص كيلو انا يعتبر نص كيلو الدقيق ب10 جنيه. ففي شوف الفرق بين الكيلو من بره ونص الكيلو اللي من البيت اللي انت ما حطيتيش غير الدقيق ومعلقه الملح ومعلقتين الزيت او كام معلقه الزيت اللي اشتغلنا بيهم، مش اكتر من كده. انا حابه ان كلكم تجربوه وتقولوا لي رايكم في التعليقات. واهم حاجه نسمي الله واحنا وشغالين، ونختمها ببسم الله، وان شاء الله تعجبكم. وتكتبوا لي في التعليقات، وما تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك للقناه. اعجاب اعجاب، لاني اتلسعت النهارده.